مساء الخير عليكم يا حبايبي يا حلوين، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب دخول رمضان علينا. رمضان يعني شوربة، فالنهاردة جبت لكم وصفة شوربة من صفحة اليوتيوب ماي فود ستوري، واللي بتقدمها ريتشا، وهي عبارة عن شوربة خضار بالكريمة. أنا عارفة طبعا إن رجالتكم هيقولوا ليه شوربة خضار؟ هو احنا عيانين؟ بس ميزة الشوربة دي إنها خفيفة بعد الصيام وصحية ولذيذة. تعالوا نشوف المكونات والوصفة. هي صحيح الشوربة دي فيها أنواع كتير من الخضار، بس ممكن تحطوا فيها أي أصناف تانية انتم بتحبوه زي البسلة أو البطاطس أو حتى أرنبيط. وعشان تفضل الشوربة خفيفة، بدل الكريمة ريتشا مستعملة لبن ودقيق، وطبعا ممكن تستعملوا ألبان بديلة للي عندهم حساسية من اللبن. طبق الشوربة الواحد فيه حوالي 220 كالوري، ومن أهم فوائده إن فيه نسبة ألياف كويسة ونسبة بروتين معقولة. بس ممكن كمان تضيفوا عليها حتة لحمة مسلوقة صغيرة أو فراخ مسلوقة ومقطعة أو حتى جمبري، وده لو عايزين تزودوا نسبة البروتين. ده غير طبعا إنها كشوربة مليانة أصلا فيتامينز A C و D وكالسيوم وحديد. الشوربة دي ممكن تعملوها بخضار مجمد لو الوقت ضيق عندكم، إنما طبعا بالخضار الطازة بتكون أطعم ومحافظة على فوائدها أكتر. بتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تجربوها، تقولوا لي رأيكم فيها، وتشيروها لأصحابكم.